السلام عليكم. عليكم السلام. انا كنت عايزه اطلب بس من حضرتك حاجه، بس انا محروجه مش عارفه اجيبها لك ازاي. لا عادي، هاتيها زي ما تجيبيها، اتفضلي. بس هو انا هنا في سكن طلاب، تمام وانت عارف ان دي ساعه فطار وكده تمام عادي. وبابايا اتاخر عليا في المصاريف. هما كانوا جابوا كذا مره خروم وحاجات على الفطار وكده، وقالوا لي ان انا اجيبه وانا جايه عادي وانا اللي انت محروجه عايزاه، منه. اللي انت بس مش عايزاه معايا عادي. فلوس والله، محروجه منك جدا. لا ولا يهمك حاجه، كله بياخد من كله عادي. يعني هتديني ولا اللي انت عايزاه عادي. اللي انا هيطلع منك والله، وانا اوعدك ان انا اجيب لك الفلوس تاني، بس عشان بس شكلي قدام زمايلي وان انا محروجه بس وكده. اللي انت عايزه، اللي انت عايزاه عادي. وهنا كان لازم ندخل ونستفزه عشان نبين ردة فعله. ايه يا كابتن، ايه يا كابتن، انت عايز ايه يا كابتن؟ استنى بس، انا كلمتكم. البنت دي بتقول لك ايه؟ طب انت عايز ايه منها؟ بتقول لي موضوع انا ما كده. كلمتكوش اصلا، ما اعرفهمش. طب انت عايز ايه يا كابتن؟ مش دي اللي احنا شفناها عن عمالة ماشي بس انت بتعملها كل مرة يا عم اعتبرها حركه، بس انتوا عايزين ياخدك الساعتين اهو. انا هجيب لك، انا هجيب له الفلوس، انا هجيب له الفلوس، انا هجيبها له، انا هجيبها له تاني. انا مش معايا دلوقتي بس عشان والدي اتاخر عليا في المصاريف. ماشي يا عم عادي، حتى لو ما انا معاش. ممكن اديك الساعه بتاعتي عادي وعلى حد ما لا أجيب لك مش عايز الفلوس. ساعات، خلي ساعتك هتعمل لك معاك. مشكلة، هتعمل لك أكبر مشكلة على الساعة دي. سيب كده وتروح عاملة لعم مشكلة أي إزاي؟ محل وأي حاجة وتقول له ده أنا عايزة عصير. أنا أهلي مش يا عم موجودين يمكن هنا، دنيتي أنا على مش كده، موجودين الله هنا. اعلم بالناس، ما تسيبها في حالها. بقول لك هي بتضحك عليك. مني زي اختك، انا اهلي مش موجودين هنا، انا متغربه. انت عايز ايه الوقت؟ تجالي الناس وعايزه تخليهم بس يا كابتن، كابتن ماشي، كابتن انا هجيب كابتن حرام عليك كابتن، نزل العصير ده هو. لا بعد اذنك انت، بعد اذنك انت ليك في العصير اصلا، انت ليك في العصير. انا اصلا المشاكل اللي انا مستخلص، انا مش عاوزه لا حاجه. امسكي كده العصير. انا هجيب له الفلوس، انتوا اللي بتعملوا كده عشان ما همش مديلك بيه بقى. يلا يا كابتن من هنا، يلا يلا يا عم. لا اسف على المشكله اللي عملتها. خد انت ممكن العصير. تخلي معاك الساعه وانا اجي اجيب لك الفلوس تاني. لا مش أول ما عايز ساعات تبعت ولا لي. حاجه، خليها معاك يا باشا. انت تاني يا ابني. لا هقول لك بس والله، اهدى بس بنصور والله برنامج. طب بص والله تجربه. حد يزعل البنات يا عم اقول لك على حاجه. كلام يا عم، قدرها اختك ولا طب اقول لك معانا ممثله والله ممثله. بتمثل ايه يا عم؟ حد بيمثل دلوقتي؟ بص لي هنا بقى، بص لي الكاميرا هنا. السؤال بيقول حاجه بتطير وبتعمل منها عصير. حاجه بتطير وبيتعمل منها عصير. حاجه بتطير وبيتعمل منها عصير. علنا على السؤال ده ليه؟ مانيش عارفه. حاجه بتطير. احنا عايزين نكسبك معانا بقى، يلا. والله انت ردة فعلك كانت جميله جدا، وانا عايز اكسبك، يعني هكسبك. حاجه بتطير وبيتعمل منها عصير. طب يا جماعه هنغير له السؤال ده ونساله سؤال تاني، عشان بس انا عايز اكسبه والله باي طريقه. السؤال التاني بيقول، عشان نكسبك بس هنسالك سؤال تاني. السؤال التاني بيقول من هو اخر الانبياء والمرسلين؟ نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله. سقف يا اولاد، سقف يا اولاد للراجل ده، عشان والله كله تمام. وتحيا مصر. انا عايزك ما تزعلش من ان انا كنت. حد ما بزعلش من اي حاجه في الدنيا دي جايزه بسيطه من البرنامج. دي جايزه ايه ده؟ دي تشوفها مع نفسك بقى، دي مبلغ صغير كده. يا عم مش شاكرين، كل عام وانت بخير. كل سنه وانت طيب، وانت والصحه رمضان سلامه، وكل مصر وهي طيبه.